صباح الفل والياسمين عليكم يا حبايب قلبي في كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا احنا صورنا مع بعض، كنا جايبين شويه فراخ بلدي مهجن، مش صافي ولا بلدي، حاجه اسمها بلدي مهجن، وصورتهم معاكم اول ما جبتهم وعملنا عنهم اكتر من فيديو. النهارده وعدتكم ان انا كل اسبوع هصورهم لكم واعرفكم زادوا قد ايه ومراحل الاكل بتاعتهم وبياكلوا ايه. طبعا احنا الاول لما كنا بنجيبوا شويه طيور لرمضان او غير رمضان، كنا بنجيب شكاره العلف نحطها وراهم ونغرف ونحط منها، شكاره الدشيش نحطها وراهم ونغرف ونحط منها. عايزاكي تنسي الكلام ده كله. ليه؟ ما ينفعش خالص. والدشيشه ب 15 جنيه نجيب منها بالشكاير، وما ينفعش خالص. والعلب ب 25 وب 24 نجيب بالشكاير ونحط. طب هنعمل ايه؟ هقولك انت هتعملي ايه. الفراخ بتاعتي دلوقتي عمرها شهر ونص، عمرها شهر ونص. طيب هاكلها ايه؟ مش هتاكلها علف صافي خالص، عشان ده اسمه خراب بيوت. ومش هتاكليها دشيشه صافي، لان برضو هي غاليه، وفي نفس الوقت لو كلوا منها كتير بيتبرموا مش بيحلوا خالص، بيتبرموا. فلازم النسبه بتاعتها ما تكونش كتير. هقول لك انا عملت ايه. انا جبت ب50 علف، ب50 علف كبيره اهو، وب50 دشيشه برضو كبيره اهو. وهاخدهم كده، هجيب عندي جردل او هجيب مجور او اي حاجه. انا الخزان ده او البرميل ده بقلب لهم فيه العلف بتاعهم. وفضيت الدشيش وفضيت العلف ابو 50 و50. تمام كده. كل حاجه ولها حاجه، وكل وقت وليه اداء. تمام. عندي عيش اهو، عيش من بتاعنا، من بتاع البيت. انا شاريه طبعا، ما بتوفرش عندي. لو انت بتوفر عندك تقدري تاخدي شويه منهم وتدششيه بالشكل ده اهو. ورمي عليه حته رز برضو، لما بنقي الرز بتاعي كده بيبقى في حته اهو اهو. وهاخد كميه من العيش المدشش عندي ده، وهلخبطه كميه حلوه كده محترمه. مش هاخد طبعا شويه كده قد العلف وقد الدشيش، هاخد كميه حلوه. خدت الكميه اهي، وهبتدي ان انا اقلبها في العلف وفي الدشيشه زي ما انت شايفه كده اهي. بصي، قلبي كله في بعضه كده بالشكل ده. هاتي كده من تحت لفوق. لو عندك حاجه واسعه هتقلبي فيها هيبقى اسهل لك من كده كمان اهو. يبقى انا جبت ب50 دشيشه، انا عندي 15 فرخه، 50 دشيشه و50 علف كبير، وحطيت عليهم كميه حلوه جردل كده من العيش المدشش. وقلبت الكلام ده كله في بعضه زي ما انت شايفه اهو قدامك على الطبيعه، عشان احط لهم منه. تمام. هو ده الاكل اللي هيفضلوا ياكلوه لحد ما يندبحهم. مش هحط لهم علف صافي. الاول كنا بنحط لهم علف صافي زي الفراخ البيضه لحد ما يندبحوا. قبل ما يندبحوا ب10 ايام ولا حاجه كنا بنلخبط لهم العيش ده على الدشيشه على العلف. بس صدقيني ما ينفعش دلوقتي في الغلا ده. عايزه اوفر وفي نفس الوقت عايزه اربي شويه فراخ لرمضان، عايزه اربي شويه فراخ للاكل. يبقى هتعملي اللي انا بقول لك عليه اهو. هتجيبي كميه من الدشيش وكميه من العلف وكميه من العيش، هتلخبطي كل ده على بعضه، وهتبتدي ان انت تحطي لفراخك منه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهياكلوه قوي، هياكلوه هيبقى زي الفل، ومش هيسيبوا منه اي حاجه. وفي نفس الوقت مش هيخسوا معاكي ومش هيتبرموا معاكي، لا، هيزيدوا وهيشيلوا لحم وهيشيلوا اوزان. بصي زي ما انت شايفه، بسم الله ما شاء الله. دي الفراخ الحمراء بقى اهي، زي ما انت شايفاها قدامك كده. وكل ما بتكبر بتبان اكتر، يعني كل ما بتكبر معاكي بتبان اكتر، ويبان حجمها وبيبان شكلها اهو. لخبطت الدشيش على العلف على كميه من العيش، وحطيتها للفراخ زي ما انت شايفه اهي. الفراخ مش صغيره، عمر شهر ونص، تبقى حلوه قوي. عدت الكيلو، عدت الكيلو، داخله على الكيلو ونص ما شاء الله عليها. حتى لو انت شايفاها حجمها صغير، بس هي تقيله، تقيله في الوزن. بتشيليها وزنها تقيل بسم الله ما شاء الله. يعني على ما يجي رمضان ان شاء الله، احنا في اول رجب اهو، يعني قدامها كمان شهرين على ما يجي رمضان، هتكون بسم الله ما شاء الله عدت ال3 كيلو. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك.
هتغيبي ماشيه بالخلطه دي بقى لحد ما تذبحيها. كل ما تخلص هتجيبيلك ب50 جنيه علف اللي هو وب50 جنيه شيشه على شويه من العيش، وهتلخبطيهم وهتبتدي ان انت تحطي منهم للفراخ بتاعتك زي ما انت شايفه كده. وان شاء الله باذن الله على ما يجي رمضان هتلاقي اوزانهم حلوه قوي معاكي. هيبقى منك وفرتي. حرام تجيبي علف صافي وتحطي علف صافي في غلو العلف ده، يبقى قلتهم احسن وهيصرفوا عليكي كتير. وما اوعي تجيبي شيشه لوحدها وتحطيها، لان يا حبيبه قلبي الدشيشه لوحدها بتبرمهم مش بتزودهم. تمام؟ يبقى كميه من العلف على كميه من الدشيش على كميه من العيش، بس انا بحط عيش اكتر. وما تخافيش، العيش المدشش بينشف لحمتهم وبيخلي لحمتهم زي الفراخ البلدي بالظبط. هم اصلا فراخ بلدي، يعني انتوا ربطتيهم وسبتيهم يبيضوا هيبيضوا لك البيض اللي هو الاحمر الكبير ده، بس بيبقى بيضهم عزيز شويه، مش بيبيضوا كل يوم زي الفراخ البلدي، لا بيبيضوا ايه كل كام يوم كده بيضه. تمام؟ فاحنا جايبينهم للاكل، احنا جايبينهم للاكل. تمام؟ فهتعملي زي ما قلت لك كده، تحط لهم، انت شايفاهم بسم الله ما شاء الله بياكلوا مهوت، ومش مخلين ومش هيخلوا 5 دقايق ومش هيخلوا حاجه في الاكل. ويبقى منك يا حبيبتي وفرتي، وبقى منك ربيتي لرمضان وغير رمضان. لو انت عايزه تربيهم في غير رمضان برضو مفيش مشكله. بسم الله ما شاء الله. عايزاكي كده تحطي لي لايك للفيديو الجميل ده، ولو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في القناه عشان يوصل لك كل جديد، واشوفك في فيديوهات جايه كتير والمهم والمفيد عن الطيور.